حكاية الخياط والسلطان. بسم الله بديت وعلى النبي صليت وبحكاية من حكايات زمان جيت. كان يا مكان في قديم الزمان خياط بسيط معروف بين الناس بخفة يده وأمانته. كان يخدم في دكان صغير يرقع تبهادة ويخيط سروال داك وعايش بخير وقانع بنصيبه. حتى جا نهار من الأيام سمع السلطان بحرفته وشطارته فأمر الحراس يجيبوه للقصر. الخياط ارتابك ما عمرو دخل القصر ولا وقف قدام السلطان، بصح جمع شجاعته وقال اللي كاتبه ربي يصير. دخل عند السلطان شاف عرش كبير وذهب وحرير يلمع في العيون. السلطان بصوت عالي ياط نسمع عليك غير بالخير، نحبك تخيط لي قندورة ما يكونش كيفها في الدنيا كامل، نخيطها غدوة ونلبسها ونخرج بها قدام الراعية. الخياط بهدوء عيني يا مولاي، بصح الخدمة المليحة تحتاج الوقت والصبر. السلطان بغيت نهار واحد وبس ولا ندير فيك ما لا يعجبك. الخياط ما كان قدامه غير يوافق، خرج يجري وراسه يعفس في بعضه. كيفاش نهار واحد باش يدير القندورات تليق بالسلطان؟ رجع لدكانه وتفكر بزاف وفي الاخر فطن الحيلة. تاني نهار رجع للقصر بلا قندورة غير بزوج البرا والخيط. السلطان غضبان، وين القندورة؟ مولاي خيطها بخيط من الذهب ما يشوفوا غير اللي يستاهلوا، واللي ما يستاهلهاش يبان له ما كان حتى حاجة. السلطان بقى واقف ما حبش يظهر روحه ما يشوف والو. قال الحراس هايلة نلبسها درك. دار روحو يلبس في الهواء وهو يضحك ويهز يديه. شوفوا كيفاش جات عليا في الصدر. الحراس تلاقاو بنظارات خايفين من رهبة السلطان. قالوا كامل والله يا مولاي باهية تليق بيك جاتك كيما لازم. السلطان فرح بالصنعة الوهمية وخرج للناس باش يتباهى. الناس شافوه خارج عريان بصح ما كانوش عارفين واش يقولوا، خايفين من بطش السلطان. غير طفل صغير صرخ السلطان عريان وش بيكم ما تشوفوش؟ هنا تفطن الشعب وبدات الهضرة تعلى. صح السلطان ما عندوش قندورة، راهو مفضوح. السلطان رجع يجري للقصر والغضب يولي في عينيه. امر باحضار الخياط فورا. جاء الخياط واقف ثابت. السلطان بصوت عالي يا قليل الحياة ضحكت عليا وعلى السلطانة كامل. الخياط بأدب مولاي اللي يغيطك ماشي القماش اللي يغطيك حكمتك. لو كنت حكيم ما كنتش تخلي الخوف يكمم أفواه الناس. سكت السلطان لحظة، خلى كلام الخياط يدخل عقله. فهم السلطان أنه القوة ماشي في الصرخ والدبزة، باللي في الحكمة والتواضع وسامع صوت الحق. وفي ذاك النهار السلطان عود روحه يكون أكتر عدل، والخياط ولا المستشار ديالو ما بقاش غير خياط. خلاص الحكاية اللي يخاف من قول الحق يعيش وهو يكبر والهم يكبر ويكبر حتى يفضح روحه قدام الناس. وخلاص الحكاية وجات وفاتت من الواد للواد ويحكوها الجدات للأحفاد. إلا عجبتكم الحكاية ما تنساو ليش الجيم والبارطاج والاشتراك ورن الجرس باش يوصلكم كل جديد من عندي. سلام.